انت عارف لما بترص شوية انابيب جنب بعض كده وتيجي تحاول تعدي منهم ما تعرفش؟ اهو ده اللي حصل النهارده. 10 انابيب مرصوصين على الخط، وفكر بقى هتعدي منهم ازاي؟ لا ويعرقلك اكتر، ويحط لك مثلا 5 قدام و4 ورا، 5 قدام و5 ورا، مش عارف ايه، بيعمل لك اختبار سواقه. هو ده بقى جيم النهارده، جيم الاهلي وانبي، جيم دفاعي بحت. كولر ما عرفش يتعامل مع الماتش، بدأ الماتش غلط، بدأ الماتش غلط. يعني ايه امام تاخده جناح؟ هو امام بيديك ايه في جوه بيلعب في الجناح؟ امام خط وسط، تمام. مروان عطيه اللي كان في الرمق شويه وبيمشي الدنيا، جيت سحبته وسبت لي كوكا اللي مفيش ميس باص ولا مساهمه ولا اي حاجه طالعه منه صح النهارده. كوكا كان بيلعب انبوبه زياده مع انبي، بيفسد كل هجمات الاهلي. مفيش باص منه طلع صح يا جدع، ولا باص ليه ولا تمريره. اكرم جنب اليمين ده كلته كان ميت، الباك والجناح. اكرم في الدفاع مية مية، تعالى بقى في الهجوم، لا كروس عدل ولا عرضيه عدل، وبرستاو في ما تفهمش في ايه، مستعجل عاوز يمشي، إيه عليه طار خايف لحد يشوفه فبيستخبى في اي حاجه كده في الدرع وخلاص، يبقى اسمه جه حضر ومنفض. لا لا لا، قفشه على الله حكايته النهارده. قفشه اللي كنا بنشيد بيه في مباريات تانية، على حكايته النهارده، على الله حكايته. مش عارف يعني. وسام ابو علي ما جالهوش غير كرة واحدة اللي خدها، وجت تحت رجله 1 2 وشاطها للجون، الجون صدها مسكها، حارس المرمى مسكها. ده الكرة اللي عملها في 90 دقيقة، ما عملش أي حاجة تاني. ده حرام بقى ولا حلال؟ كولر قبل الماتش كان بيتشاور مع الجهاز الفني والناس المقربة له إن هو بعد كأس العالم هيعتزل الكورة ويروح يقعد في بيته اللي هو أساسا في وسط جبال ومنعزل عن العالم الآخر، تمام، وعاوز يعيش حياته هناك. يا عم عيشها من دلوقتي، عاوز تمشي امشي من دلوقتي، ما تقعدش معانا لكأس العالم. لما المستوى زي الزفت كده النهارده، لا روح من دلوقتي. المفروض اداره النادي الاهلي الجايز بقى بديله من دلوقتي كده ايه، تقول له خلاص يا كولر كل سنه وانت طيب، متشكرين على خدماتك، على كام بطوله اللي انت جبتهم، اتكل على الله. ما ينفعش. ماتش عقيم، ماتش عقيم. مش عارف اقول لكم ايه تاني اكتر من كده يعني. ادي نقطتين ضيعناها، خلينا الزملكاويه كلهم طالعين يهللوا، طالعين مبسوطين، واللي بيشرب شاي وبيتمزج، واللي مش عارف يقول لك قفشه الحذاء بتاعه واسع عليه وعاوز جزمه مقاس اطفال. خليت بقى كل الناس تتكلم، حقهم ما يقدرش يقول حاجه. كده انت خليت الزمالك الصدر الدوري، والاهلي فاضل له ماتش سموح، لو كسبه هيبقى متصدر الدوري بفارق نقطه. اما نشوف يا اهلي الماتش الجاي، نشوف ايه اللي هيتم فيه.
الانبي دي تالت ماتش على التوالي مش عارفين نفوز عليه، بنتعادل معاه بالعافيه. ادي انبي، والجاي احسن ان شاء الله. السلام عليكم. تنسوش في حلقة من نار على الساعة 12 كده بإذن الله. انتظرونا في حلقة الصفقات والأخبار الجديدة.